اكتر الحاجات اللي انا بحبها في المانيا ومش موجوده في دول كتير مهما كانت الدول ديت قد ايه مناسبه وسهله للطلاب الاجانب، واندر ريتد قوي مفيش حد بيتكلم عليها يعني. لما تلاقي فيديو مميزات الدراسه والحياه في المانيا نادرا لما حد بيتكلم عليها. هي قد ايه الخطوات اللي انت المفروض تمشي عليها عشان تاخد الاقامات وترحل من كل اقامه للي بعدها واضحه وسلسه وسهله في المانيا. يعني مثلا انت عارف ان انت اول ما تيجي المانيا هتاخد اقامه الطالب، انت عارف كده، عارف انك هيجي لك تصريح الشغل ما ينفعش تشتغل غير في الاجازات، تمام، وليك 24 شهر تكون خلصت اللغه وجبت قبول جامعه وخلاص بقى هتبتدي انك تدرس. انت عارف كده، تمام، محدش مخبي عليك. انت عارف ان دي الخطوات اللي انت المفروض تعملها، المفروض بقى تمشي عليها عشان تحولها من اقامه لغه لاقامه دراسه او اقامه طالب او ايا كانت اسمها ايه. تتفق او تختلف بقى مع الشروط دي او مع القوانين اللي المفروض تمشي عليك. يعني مثلا انا شايف ان حاجه متخلفه جدا حوار انك لازم تشتغل في الاجازات بس، لان وقت اللغه ده وقت ممتاز، وقت ممتاز انك تشتغل وتجمع فلوس. لان اللغه ايه يعني تاخد 24 ساعه لغه؟ ما يعني مش كتير، تمام، بالعكس يعني كحمل وكوقت اقل بكتير من لما تبقى طالب بقى وعندك 1000 ماده. فبالرغم من التخلف ده بس انت جايب وعارف ان ده اللي هيحصل، تمام. فانت في خلال ال 24 شهر اللي احنا اتكلمنا عليهم دول خلصت اللغه، امتحنت السي 1، جالك القبول من جامعه، ورحت بقى المكتب اجانب وقلت لهم انا كنت اقامه لغه، تمام، الاقامه بتاعتي اهي، جالي قبول جامعه وهبدا معاهم من شهر 10 اللي جاي، فعايز اقامه طالب. هم واخدين منك الاقامه القديمه ويدوك الاقامه الجديده. اقامه الطالب، تمام، سنه بقى او سنتين على حسب المدينه. والاهم بقى تصريح الشغل الجديد بتاع الطالب اللي هو 20 ساعه وقت الدراسه و40 ساعه في الوقت اللي ما عندكش فيه محاضرات. كلام واضح وصريح وسلس وكلنا عشناه، وغالبا ما بيحصلش فيه اي مشاكل. قعدت انت بقى يا معلم 3 4 سنين كده على حسب انت بتدرس ايه وخلصت دراسه، تمام، كل حاجه برضو واضحه. تروح لمكتب اجانب تقول لهم انا كنت بدرس، خلصت الدراسه بتاعتي، شهاده التخرج بتاعتي ايه، قاعد بقى انا دلوقتي بدور على شغل، تمام. يقول لك كله تمام يا معلم، ادي اقامه بحث عن عمل، تمام، تحول اقامه الدراسه بتاعتك لبحث عن عمل لمده 18 شهر، تمام. يقول لك دور فيه على شغل ليه علاقه بالدراسه بتاعتك. في الوقت ده بقى ليك كامل الحريه انك تعمل اللي انت عايزه، تمام، ليك حق انك تشتغل اي شغل ايا كان بقى ده ليه علاقه بالدراسه بتاعتك ولا لا. حتى لو بتدرس زي مثلا سوفت وير انجينيرنج وعايز تشتغل بزنس، ولا عايز تشتغل ويتر، ولا عايز تشتغل كاشير، هو ده اللي لقيته، ايا كان، تمام، براحتك انت حر، اعمل اللي انت عايزه عشان تكسب شويه فلوس تمشي حياتك بيه، تمام. عدد بقى ساعات الشغل قد ايه برضه براحتك، عايز تشتغل فول تايم عشان تجمع فلوس كتير ماشي، عايز تشتغل بارت تايم بس عشان يبقى شويه شغل تجيب بيه فلوس تصرف على نفسك، وباقي الوقت بقى تنمي فيه مهاراتك وتقدم فيه للشغل وتعمل فيه السي في بتاعك وتعمل فيه الانترفيوز عشان تلاقي شغل اسرع، شغال محدش هيعترض معاك. خلال بقى 18 شهر دول تصرف نفسك كده. انت مثلا في الشهر السادس السابع جالك شغل، قمت رايح لمكتب الاجانب وقلت لهم ايه، انا كان عندي اقامه بحث عن عمل ومعايا عقد عمل اهو، عايز احوله من بحث عن عمل لعمل، تمام، شغال. وركز معايا كده بقى، الشركه اللي اديتك العقد ده ملهاش دعوه بقى بالقصه دي، تمام، ملهاش دعوه بالقصص دي خالص، هي بتعمل معاك الانترفيو بتديك العقد في الاخر، ما بتوجعش دماغها بقى. فما فيش سبب ان الشركه دي تفضل حد الماني او حد من الاتحاد الاوروبي يعني عامه اقامته سهله وتصريح الشغل بتاعته بتمشي بسرعه على الاجنبي، تمام، لان هم نفس الحاجه، هم يديك العمل بس هو مش هيوجع دماغه بحاجه تانية. حاجه مثلا مختلفه عن امريكا مثلا ان الشركه لازم تعمل سبونسر شيب للاجنبي ده، فالشركه تيجي تقول لك لا ده انا لسه هستثمر وقت وفلوس ومش عارف دوكيومنتس هملاها واروح اعمل ايه وهعمل ايه والموضوع هيكلفني كتير. لا يا معلم، خليني في الجاهز احسن، خليني في الامريكي، حتى لو مش السكيلز بتاعته مش احسن حاجه او الخبره مش احسن حاجه، بس ايه، سهل وسلس وهيشتغل معايا على طول وهيبدا بسرعه ومش محتاج اصرف عليه فلوس زياده واموره سهله. يعني المانيا الدنيا مش كده، الشركه بتديك عقد الشغل، ما تشغلش بالك بقى، ما تشغلش بقى بعد كده باي حاجه. المهم نرجع بقى لموضوعنا الاصلي. انت رحت المكتب الاجانب اديتهم الاقامه بتاع البحث عن عمل واديتهم عقد الشغل، هم بقى بيقعدوا يفحصوه يتاكدوا ان الشغل الجديد ده في المجال اللي انت درسته فعلا، ان ده طلب من الطلبات اللي هم بيطلبوها، لازم الشغل يكون في مجال دراستك مش اي حاجه كده، تمام. ويشوفوا بقيه الطلبات التانيه ان يكون المرتب كفايه، ويشوفوا هو هتبقى اقامه عمل ولا بلو كارد، بنشرح الفرق بعدين، تمام، بعدين يدوك الاقامه، مفيش اي مشاكل.
والدنيا بتمشي سلسه وسهله في اغلب الامور. بس في شويه حاجات لازم تركز فيها جدا جدا، لان ممكن تفرق معاك في الافات ان لم تكن ممكن في عشرات الالافات من اليوروهات، تمام، من فلوس انت ممكن تاخدها على غلطات الى حد ما سهله. تمام. من وجهه نظري الاقامه بتاعت بحث عن عمل دي ملهاش لازمه. انت ممكن تنقل اقامتك من طالب لعمل على طول. ازاي بقى؟ انك تبتدي تقدم على شغل بدري. تمام. قبل ما تخلص الدراسه بتاعتك ابتدي تقدم على شغل. مفيش سبب يمنعك يقول لك انك ما ينفعش تقدم. شوف الوقت اللي انت متوقع انك تتخرج منه امتى، وقبلها بثلاث اربع شهور ابتدي اقدم على شغل. تمام. الشركه هتيجي تقول لك انت ايه ظروفك، هتقول لهم انا خلصت كل المواد اللي عليا، قاعد دلوقتي بعمل مشروع التخرج، الدنيا ماشيه تمام، مفيش اي مشاكل، غالبا في شهرين هكون خلصتها. تمام. ومكتب الاجانب هيعمل لي الاقامه والدنيا هتبقى ماشيه تمام. كل اللي انا عايزه منك عقد الشغل والدنيا تمام. غالبا الشركات ما بتعترضش والدنيا بتمشي تمام. يعني نفس الكلام برضو، حاول انك تاخد ميعاد مع مكتب الاجانب بعد الوقت اللي انت هتتخرج فيه على طول، وتحجزه من قبلها. على حسب بقى المدينه هتعرف تعمل كده ولا لا، بس حاول. في مدن تقدر تعمل فيها كده. جميل قوي. في بقى غلطه بقى، هي دي اللي انا بتكلم فيها، اللي ممكن تكلفك فلوس كتير قوي. ناس تقول لك انا قاعده في مدينه صغيره كانت مناسبه قوي معايا وقت الدراسه والدنيا شغاله تمام، بس انا خلصت بقى وهقبض كويس ومعايا فلوس، فعايز اروح اقعد في برلين. مدينه كبيره وحلوه، واصلا الشركه بتاعتي هناك وفي شركات كتير ومدينه انترناشونال وعجباني قوي. كانتش مناسبه ليا ايام الدراسه، بس انا دلوقتي ايه بشتغل وعايز اقعد هناك. فايه، اول ما اخد عقد الشغل هقوم رايح سايب المدينه اللي انا فيها ورايح مسجل في برلين. اولا في معضله كبيره قوي هنا انك تلاقي سكن اصلا في برلين. تمام. لان الموضوع صعب جدا. بس هنفترض برضو انك كنت محظوظ وحد ساعدك وجاب لك سكن، ماشي جميل. صعب صعب برضو انك تلاقي ميعاد سريع عشان تسجل السكن ده رسمي. بس برضو افترضنا يا عم انك كنت عامل حسابك قبل كده وحجزت ميعاد عشان تسجل السكن بتاعك رسمي بدري. جميل قوي. في وقت من ساعة ما بتسجل رسمي عشان ينقلوا الملف بتاعك من المدينة القديمة للمدينة الجديدة. ركز معايا، في وقت بقى بيقولوا هم 4 أسابيع ل8 أسابيع. في الوقت ده أنت حجزت ميعاد مع مكتب الأجانب في برلين ورحت قلت لهم معايا عقد الشغل أهو وخلصت كمان الجامعة وعايز بقى أنقلها عمل. يقول لك جميل أوي. خش بقى يفتحوا في الملفات ما يلاقوش الملف بتاعك. يقول لك احنا ما نعرفش حاجة عنك. تمام. مدينه برلين ما تعرفش حاجه عنك، انت الملف بتاعك مش عندنا. قلت لهم اصل انا كنت بدرس في مش عارف ايه والملف بتاعي هناك، بس انا نقلت هنا. يقول لك لا، طب استنى بقى عقبال ما الملف بتاعك يجي. تمام. اللي هو من 4 اسابيع ل8 اسابيع. هل هتعرف بقى تشتغل في الوقت ده ولا لا؟ على حسب بقى الموظف قد ايه هيساعدك. في موظف ممكن يعني ايه يساعدك شويه، يقول لك طب هديك اقامه مؤقته تشتغل بيها. واحد يقول لك لا، انا هستنى اما الملف بتاعك يجي وبعد كده ابقى اديك الاقامه بتاعتك. فشوف بقى انت شهرين على الاقل ممكن تشتغل فيهم تقبض لك فيهم 7 8000 يورو، مش هتشتغل على غلطه تافهه زي كده. ده لو وصل في خلال شهرين. انا لما كنت نقلت من لايبزيج لاخن قالوا لي برضو 4 8 اسابيع، قعد معايا 4 شهور. بس ساعتها بقى كانت الدنيا سهله شويه عشان انا كنت طالب، والاقامه المؤقته للطالب بتبقى سهله شويه، عكس العمل بتبقى معقده شويه عشان التصاريح والمرتبات ومش عارف ايه، قصص كبيره والضرائب قصص كبيره كده. فممكن تقعد كذا شهر مش عارف تشتغل. فنصيحتي ايه بقى؟ انك تجدد في نفس المدينه اللي انت قاعد فيها. تمام. حتى لو الشركه بتاعتك في مكان تاني عادي. اغلب الشركات هتقول لك مثلا اول شهرين ثلاثه يا معلم اعمل اللي انت عايزه، ظبط دنيتك، جدد اقامتك ودلع نفسك كده، وبعدين ابقى تعالى. طبعا لو الشغل يسمح بكده، زي مثلا شغل برمجه ولا هندسه من نوع معين، يعني تقدر تشتغل من البيت. يقول لك مش لازم تيجي على طول المدينه كده من اول يوم. وده حصل معايا فعلا، ان اول شركه انا اشتغلت فيها ما كانتش في اخن. تمام. بس جددت الاقامه في مدينه اخن. رحت مكتب الاجانب قالوا لي ده الشركه مش في اخن. قلت له مش في اخن، بس انا المكان الرسمي بتاعي، حل الاقامه الرسمي بتاعي هنا، والشغل ده هعمله هوم اوفيس، وانا قررت ان انا هقعد في اخر. هو مش حاجه عندك، هيجدد لك الاقامه. بعد بقى ما يجدد لك الاقامه اعمل اللي انت عايزه. تمام. عايز بقى تروح برلين لمكان الشركه بتاعتك روح. الشركه بتاعتك جات لك هوم اوفيس بقى، تقدر تشتغل من اي حته في المانيا. عندك بقى ايه المانيا كلها. اختار المدينه الانسب بالنسبه لك. شوف المدينه اللي فيها اصحابك، شوف المدينه الرخيصه، شوف المدينه الكبيره اللي فيها خروجات مش عارف ايه. ستايل حياتك يا معلم واعمل فيه اللي انت عايزه. بس حاول على قد ما تقدر في حاجات الاقامات والحاجات الرسميه عامه، لان المانيا فيها بيروقراطيه كبيره. ممكن البيروقراطيه ديت تكلفك وقت وفلوس كتير قوي. خلي الدنيا سلسه. انت في نفس المكان جدد اقامتك الاول، غالبا كمان هتاخد بتاع 3 4 سنين اقامه، فعادي.
شهرين تصبر. انت قعدت 3 4 سنين بتدرس في نفس المكان، ما فرقتش لو قعدت شهرين 3 زياده. جدد اقامتك، معاك اقامتك 4 سنين، وبعد كده انقل براحتك بقى. ساعتها مش هيبقى فارقه معاك بقى، خد الملف بتاعك نقل في شهرين نقل في 4 شهور، براحتك. انت كده كده شغال، مرتبك بينزل، سجلت المكان الرسمي بتاعك وحالتك مرتاح. بس كده. هسيب اللينك الانستجرام بتاعي تحت، تعمل لي فولو. ما تنساش بقى لايكات، وتشترك في القناه مش مشترك، شيرها مع اصحابك المهتمين بالسفر. كان معاكم محمد جامع، ونشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.